السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنضف معاكم الطاسة من الدهون. الدهون متراكمة بقالها سنين، بس هنضفها معاكم بطريقة سهلة جدا من غير ما ندعك ومن غير ما نضيف اي مكون، وفي 5 دقايق كده هنتخلص من الدهون والطاسة هترجع معانا بتلمع. يا ريت لو اول مرة تشوفيني يا ريت تدعميني باللايك واشتراك للقناة علشان يوصلك مني كل جديد. في الاول كده هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. الطاسة كده قبل وبعد يا جماعة، وحاولت كمان ان انا احوش بالسكينة، صعبة جدا. وزي ما قلت لك بميه عاديه خالص من الحنفيه هنتخلص من الدهون، من غير بقى ما تضيفي بطاس ولا كربوناتو ولا ملح ليمون ولا تعملي اي خلطه خالص. هتتخلصي من الدهون بكل سهوله. بس تابعيني للاخر علشان في خطوات مهمه جدا هقولك برضو عليها. وطريقتنا النهارده لتنظيف الطاسات تنفع معاكي لاي حاجه شايله دهون، وكمان هتتخلصي منها بكل سهوله، يعني من غير ما تدعكي خالص. شايفين بقى الطاسة فيها دهون ومتراكمة بقالها سنين، وصعبة جدا ان احنا نتخلص من الدهون لو قعدنا يوم كامل ان احنا نتخلص كده بالسكينة او بالسلكة او بأي خلطة كده. هتاخد معانا وقت جامد، وكمان مش هتطلع النتيجة اللي انت شفتيها. انا النهاردة في 5 دقايق نضفت الطاسة ورجعت معايا بتلمع، وعلشان كده حبيت بس اوريكي طريقتي الخاصة لتنظيف الطاسات. مفيش حد خالص على اليوتيوب بيعملها. حبيت بقى ان انا اشارككم طريقتي الخاصة لتنظيف الطاسة علشان تتخلصي انتي رخرة من الدهون في 5 دقايق. طريقة بجد بجد سهلة وهتعجبك جدا، بس لازم تجربيها بنفس الطريقة. لو عندك بقى طاسة زي دي، بس الطاسة دي موجودة في اي بيت في مصر، شايله دهون كده متراكمه بقالها سنين، وصعبه جدا ان احنا نتخلص في 5 دقايق وبميه عاديه خالص من الحنفيه من غير ما نضيف فيها اي مكون. انا هعمل معاكم خطوتين، والخطوتين مش هياخدوا معانا الا 5 دقايق. اول خطوه هنزل الدهون في الاول. هتاخد معانا كده الدهون بس عشان اتخلص منها هتاخد معايا كده 3 دقايق. الخطوه التانية ان احنا هنلمع الالومنيا ونرجع الطاسه تلمع تاني. انا قربت التصوير للطاسة علشان بس تشوفي بس ان الدهون متراكمة وصعبة جدا ان احنا نتخلص منها. وكمان انا جبت السكينة وحكيت جامد بالسكينة علشان اعرف اتخلص من الدهون. لقيتها بجد صعبة جدا ومش هتنفع معاها الا طريقتي الخاصة. يعني محدش يقولك تعالي اعمليها بمية مغلية، هتستهلك معاكي غاز ومش هتنضف معاكي وهتغلبك جدا، ولا كمان تعملي خلطة ولا تضيفي اي حاجة في المية. زي ما قلت لك بميه عاديه خالص من الحنفيه الطاسه هترجع معاكي بتلمع. تعالوا بقى نشوف اول خطوه. في الاول كده انا شغلت الفرن يسخن. انا هعمل في الاول كده حرق دهون، يعني اول دقيقه في الفرن كده الطاسه بتسخن، تاني دقيقه النار هتشعل في الطاسه، تالت دقيقه بتكون خلاص الدهون كلها نزلت من على الطاسه، وتقدري بقى تتخلصي من الدهون بخطوة بسيطة جدا. يعني مش هنحك في الدهون وهي سخنة ولا ننزلها خالص، لا احنا هنعمل خطوة تاني هتخلي بقى الدهون تطلع معانا بسرعة ومتاخدش وقت خالص. لو ما عندكش فرن ممكن تعمليها على عين البوتاجاز، بس لازم يكون مكانك هاوي وما يكونش جنبيكي اي اطفال علشان ما يخافوش بس من شكل النار. وبعد كده هنشيل بقى الطاسة كده بالكماشة او ببنسة، ما نمسكهاش بفوطة علشان بتكون سخنة جامد. ينفع بقى تعملي عين البوتاجاز او حمالات البوتاجاز او اي حاجة عندك شايلة دهون زي ستانلس او ألمونيا او تيفال. اهم حاجة لو عندك طاسة تيفال فك اليد قبل ما تعمليها. اهم حاجة تكون حاجات معدن اللي هتدخليها تحرقيها الاول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. يا ريت لو لسه بتشوفيني يا ريت تدعميني بلايك جميل منك. يلا بقى حطوا لايك وتعالوا نكمل مع بعض بقية الخطوات. اهم حاجة بقى ساعة ما تيجي تطلعي الطاسة من الفرن او تاخديها من على عين البوتاجاز ما تمسكهاش بفوطة علشان ما تلزقش معاكي، امسكيها كده بكماشة او ببنسة علشان هتعملي بقى الخطوة التانية. الخطوة التانية بتكوني مجهزة حلة فيها مية بس بتكون واسعة علشان تاخد معاكي الطاسة، بتشيليها بقى بالكماشة وتيجي بقى تصدميها. كل الدهون هتطلع معاكي بكل سهولة، هتحكيها بس كده بايدك هتطلع معاكي. انا عايزاكي بقى تجربيها علشان تعرفي ان هو مش كلام. اعمليها وشوفي النتيجة بنفسك، في 5 دقايق كده هتتخلصي من اي حاجة فيها دهون. وزي ما قلتلك لو مفيش فرن ممكن تعمليها على عين البوتاجاز. الدهون بقى اللي فاضلة هي دهون محروقة، يعني بتضغطي عليها كده بالحك بايدك بتطلع معاكي على طول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اسهل طريقة تعملي بيها وتنضفي بيها الدهون من غير بقى ما تضيفي اي مكون زي ما قلتلك.
الطاسه كده اتخلصت من الدهون. الدهون بقى اللي فاضله معايا اللي هي بتطلع بالسلكه يعني الخفيفه خالص. ودي بجد كانت طريقتي الخاصه لتنظيف الطاسات اللي اتعلمتها من امي الله يرحمها. كان على طول بتعملها في الفرن البلدي بعد ما بنخلص خبيز. كنا بنحط الطاسة وكمان بنصدمها على طول بالمية السخنة. كانت الطاسة بتنزل منها الدهون. فعلشان كده حبيت ان انا اوريكي طريقة سهلة جدا لتنظيف الطاسات من غير بقى ما تضيفي اي مكون. لو بتنضفي الدهون باي طريقة تانية جربي طريقة النهاردة، طريقة سهلة جدا وسريعة. تعالوا بقى لتلميع الألمونيا وهي سهلة جدا. الدهون اللي فاضلة هتطلع معانا بالسلك والبريل على طول. على ما هنضيف بقى السلك والبريل عليها هتطلع على طول. بس اهم حاجة قبل ما تصدمي الطاسة تكوني متأكدة كويس جدا ان الدهون اتحرقت معاكي مظبوط، علشان ما تصدميش الطاسة قبل ما الدهون تتحرق هتلاقيها متبتة ومش راضية تطلع خالص. احرقي بقى الدهون، يعني بعد ما الدهون تطفي معاكي في الفرن بتسيبيها بقى دقيقة تاني علشان تتأكدي ان الدهون اتحرقت بشكل مظبوط. وبعد كده بتصدميها على طول بالميه. ان شاء الله هتلاقيها كده بتلمع معاكي، مش محتاجه ان انت تلمعي الالمونيا، يعني تاخديها وتحطيها في المطبخ على طول. لو هتعمليها على عين البوتاجاز بتطول شويه، يعني بتاخد وقت اكتر من 5 دقايق، يعني حوالي كده 10 دقايق. اول ما تلاقي الدهون كده شعلت وبدأت تشعل وتعلى بتوطي البوتاجاز خالص وتسيبي بقى الدهون لحد ما تطفي. بعد الدهون ما بتطفي معاكي بتسيبيها دقيقة تاني علشان ساعة ما تصدميها تنزل معاكي على طول وما تطولش. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. لو بتنضفي الدهون بالبوتاص يا ريت ما تشتغليش بالبوتاص خالص، علشان البوتاص وحش على صحتنا وكمان بيخرم الألمونيا. يعني لو بيتي كده البطاطس في المية المغلية علشان تتخلصي من الدهون هتلاقي بقى الطاسة او الصينية اللي انت حطاها هتلاقيها خرمت وشكلها كده ازرق. وبعد ما تجربي طريقة النهاردة هتقولي بقى وداعا لأي طريقة تانية. بجد طريقة سهلة جدا، 5 دقايق كده هتكوني اتخلصتي من الدهون والطاسة كمان رجعت معاكي بتلمع. شايفين بقى الطاسة يا جماعة كانت عليها بجد دهون متراكمة بقالها سنين وكانت صعبة جدا ان احنا نتخلص منها خالص. الطاسة كده رجعت بتلمع وجميلة جدا وما فيهاش اي حاجة صعبة، يعني من غير ما ندعك خالص. الدهون اتخلصنا منها وكمان الطاسة رجعت بتلمع، بدل ما كنا هنرميها لا رجعت معانا جديدة وبتلمع. اتمنى بجد ان انتي تمشي على كل خطوة علشان بس تطلع معاكي الدهون بسرعة ما تعوقش معاكي. انا شرحت لكم كل خطوة زي ما انا عملتها، انتوا اخواتي وحبايبي. اتمنى بقى لو عندك اي سؤال اكتبي لي في التعليقات، انا تحت امركم. اتمنى بس ان انت تمشي على كل خطوه علشان يطلع معاكي مظبوط، واتمنى ان تعملي بلايك واشتراك للقناه واستنيني في فيديو جديد.